بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هعمل لكم وصفة فراخ كنتاكي. دول 4 بيضات، ودول كزبرة ناشفة معلقة، فلفل أسود معلقة ونص، ملح 3 معالق ملح، بصل بودر معلقة ونص، التوابل طبعا المشكلة معانا. وهنبتدي طبعا نحط الفراخ فيهم بالشكل ده. عايزه اقول لكم حاجه، الخليط ده بيقعد من نص ساعه لساعه. انا طبعا عشان عايزه اخلص بسرعه الاكل فهخليه نص ساعه، وبعدين هرجعه في البقسماط والدقيق والنشا. اهو تاني، احنا مع بعض تاني بنعملهم. اهو يا جماعه، احنا حطينا الفراخ تتحمر. الفراخ الكنتاكي تتحمر في الزيت، في زيت غزير يعني. بعد ما تتحمر بقى هنبتدي بقى نقدمه. بقيتهم اهم بقى، بقية الفراخ بنتبلهم مع البقسماط والدقيق ومعلقتين النشا طبعا والبصل البودر. اهو اهو اهو. وبكده نبقى عملنا فرخة كاملة متكاملة. واحنا دلوقتي بنحمرها طبعا، والبقية طبعا دول هنحمرهم كلهم وهنقدمهم ان شاء الله معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي بقى بنكمل الفيديو. احنا كده خلصنا الفراخ الكنتاكي وعملنا طبعا مكرونة، وبكده يكون طبق الفراخ بالمكرونة خلص. ومع السلامة في فيديو جديد ان شاء الله.